يسعد مساكم يا احلى متابعين، يا رب تكونوا بالف خير. رح سوي لكم اليوم 3 انواع عصائر مناسبين لهالجو اللي نحن فيه، ويلا نبلش. عندي 2 لتر من المي اللي عم تغلي. رح ضيف لك كوب من الكركديه المجفف، نصف كوب من التمر الهندي، ملعقة طعام من زهر الورد، وربع كوب لنصف كوب من السكر البودرة. رح حرك الخليط كتير منيح حتى اتأكد انه السكر عندي ذاب تماما. رح اتركه مدة 2 ساعات لحتى يبرد. وهلق بس برد عندي الكركديه تماما وصار بدرجة حرارة الغرفة، رح صفيه مثل ما انتم شايفين. وهيك صار معي جاهز. وهلق بمحضرة الطعام رح حضر خليط السوبيا. رح اطحن اول شي كوب من جوز الهند، وهلق بس نعموا معي مثل ما انتم شايفين. رح ضيف لهم نصف كوب من الكريم شانتيه، نصف كوب من الحليب البودرة، وربع كوب من السكر البودرة. انتم اذا بتحبوا السكر زيادة فيكم تزيدوا له نصف كوب. رح اطحنهم كثير منيح لحتى ينعموا معي ويصيروا مثل البودرة. وهيك صار معي خليط السوبيا جاهز. وهلق بس صار عندي خليط السوبيا جاهز، رح احضر مشروب السوبيا. بشربة الخلاط رح ضيف 800 ملي من الحليب المبستر او كامل الدسم، وعلبة قشطة اختياري، و3 ملاعق من خليط السوبيا اللي عملته. وهيك صار عندي مشروب السوبيا جاهز. بشربة الخلاط رح انزل بنص كوب من عصير البرتقال الفريش، جزرتين حجم متوسط مقشرين ومقطعين، 4 حبات برتقال مقشرين ومقطعين مثل ما انتم شايفين. وهلق رح اخلطهم كثير منيح. وهيك صار عندي عصير الجزر والبرتقال جاهز. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو لليوم. لا تنسوا تحطوا لي لايك، تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. صحة وهنا.